بحط كوبايه الا ربع سكر على نص كيلو لبن اللي انا حاطه عليه جوز الهند المحمر، وبحطه ياخد غلوتين كده مع جوز الهند، وبكون مكسره الرقاق وحطاه في الطواجن. جبت كوبايه الا ربع لبن من اللي بيغلي ده، صبيته هنا وحطيت عليه 3 معالق لبن بودره، وحطيت معلقتين زبده، وقلبته بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. يبقى كده لبن حليب على لبن بودرة 3 معالق او 4 اللي متاح عندك، وعليه معلقتين زبدة. ابدأ بقى اللبن كده عندي غلي بجوز الهند خلاص والفانيليا، ابدأ احط له بقى اللبن اللي انا عملته ده. لو عندك لبن مكثف يمشي بس كده. ابدأ اقلبه بقى كده، وابدأ بقى اصبه يغطي الرقاق. بصي انا زودت شويه رقاق تاني، لقيت اللبن كتير فرحت مزوداه شويه رقاق. وبعد كده جبت كريم شانتيه وحطيته مع لبن وضربته بالمضرب، وبدات احطه على الوش. لو انت وحطيت عليه معلقه قشطه، لو انت عندك قشطه صافي وحابه اعمليه، بس انا عملته بالكريم شانتيه مع اللبن وعليه معلقه قشطه، كانت وش اللبن عندي وحطيته عليها بس يا ستي، وحطيتها على الوش كده. وبعد كده خدت القوالب دي، المهم ان الرقاق يغطيه اللبن، وبعد كده تحطي عليه الكريم شانتيه زي ما وريتك كده، وبعد كده تحطيه بقى تحت الشوايه في الفرن ياخد لون بس كده، وتبداي بقى تحطي المكسرات. ما اقولكيش طعمها خطير حقيقي، وهتعجبك وجميله جدا، وبالهنا والشفا.